عبالي شوف حالي النمبر 1 على بيلبورد عربية صراحة. رح اسلخ ركزول عليها هي متوقعة. هاي بيلبورد عربية معكم الشامي، حب وحنان. يا ضي الأمر عودي مردي عن الأضباء، يا ضي الأمر جودي والجاد فيه. شامي برحب فيك على بيلبورد عربية. روبرني ربكم. اليوم كتير سبيشل لعدة أسباب، بس خلينا نبلش بالسبب الأهم اللي هو إنه أنت نمبر 1 على قوائم بيلبورد عربية. خبرني هيك عن إحساسك، قد إيه مبسوط؟ لأنه إجا هذا الشيء بعد تعب كتير، ولأنه أنا حكيت عنه على الانستغرام من فترة، وإنه هو هدف من أهدافي اللي جاي، ولأنه حققته بهي الطريقة. هذا الأسبوع كان من أميز الأسابيع بحياتي، وكأني حققت شيء اللي بدي إياه. مو كأني أنا فعلا حققت الشيء اللي بدي إياه، لذلك هذا الشيء كان كتير بيعني لي. شوفي نجمك ماما، شوفي أكل الجو نازل من السما، كل ملك البلبل بفهم لعبي وما باخذ الأول أنا ولو يوقف الكل ضدي ما بيهدني إلا الماء. خلينا نقول لأنه ناس ما بتعرف إنه أنت قلت لي قبل فترة إنه عبالي أعمل غنية طلعني على نمبر 1 وعملتها. حقلك أنا شو كنت عامل. كنت عم أقول إنه أنا عندي الألبوم تبعي اللي هو كان خدني، والتانية منه وين، وعندي دوالي وبس ما تفل اللي حكينا عنها. فأنا قلت إذا ما مش الحال بوين رح أسلخ بعد بأسبوع دغري دوالي، رح أسلخ ركزول عليها هاي. قام تصدرنا بوين، قام هلا هديت دوالي. فانه انا كنت مصر انه اذا ما وين دوالي، اذا مش دوالي بس ما تفل، حضل عم نزل لاخذ هذا المكان لارتاح انا. عبالي شوف حالي النمبر 1 على بيلبورد عربية صراحة. قلبي عليها يا ماما، يا ماما لك يا ماما. خلينا نخبر كمان الناس قد ايه هالشي مميز، لانه انت اصغر فنان بيتصدر هاي القائمه كمان. مش فكرة أصغر فنان بتاريخ القائمة بتصدر، ما حيكون الموضوع بيعني لي هالقد، لأنه فكرة الواحد يعمل شيء ما انعمل قبل فكرة كتير كبيرة على الإنسان. شو يعني أصغر فنان بتاريخ بيلبورد عربية بيكون نمبر 1؟ هي شغلة كتير كبيرة، ححكيها لأولادي بس يجوا. طب بدي أعرف، بس تلقيت الخبر شو عملت؟ زلغطت صراحة والله، عن جد زلغطت. كنت نشرتها بس قلت على الأقل بدها أسبوعين لأخذ الأول، لأنه الغنية بدها وقتها تنتشر بهي الطريقة. بس صراحة بعد ما شفت حالة ترند 1 بمصر وليبيا والجزائر وتونس، قلت ممكن، بس بعدني مستبعدها. بس لما خبرني مثل عن جد تفاجأت، رغم إنه أنا ناطرة بس تفاجأت. لهيك كان ردة فعلي كتير كبيرة، زلغطة يعني. وعيوني اتملت فيك اكتفت نورت. الحمد لله رب العالمين. أنا ممنون للناس اللي كانوا معي بهذا المشوار، ممنون للجيل اللي عم يدعمني، واللي أنا عم حاول أعطيه قدر الإمكان من طاقتي ومن الموسيقى يلي بتليق فيه لهذا الجمهور. والحمد لله هينا هون. عالهون عيونك تروي العيون اليوم. بحب كمان تقول لهم للحمادات، إذا فيني أقول. الحمادات دائما بقول لهم إنه الحمد لله إنكم هون، لأنه أنا بسببكم أنا هون. فأنا إذا في امتنان بقدمه دائما بحياتي هو للحمادات، لأنه هن اللي حاطيني بهذا المكان اللي كتير كبير. فشكرا لأنكم هون.